عام وهم واقفين في المدرجات وفي المختبرات ديال البحث. وبركه من البساله، واش تقادوا الكتاف ولا؟ يعني حشومه هذا الشيء اللي كيوقع في الجلسه. ايوا السلام. المهم فيما يخص الموضوع، بركه من البسالات، هذا الشيء ماشي معقول، ماشي معقول. ما تكلميش معايا، ما عندكش الحق تكلمي معايا ولا تقفي. لا الحمايه بالحميه ديال الاغلبيه. اسمح لي، وسيري دربي وكملي العمل ديالك، وديك الساعه اجي تكلمي وغادي تفهمي المعنى ديال الانتقاد شنو هو. اسمح لي. تفضلي السيده النائبه. السيد الرئيس، عافاك يمكن لك تحبس هذا الشيء هذا. تفضلي السيده النائبه. ما عندكش الحق، حسن ليك تسكتي وتعرفي شنو هو المكان ديالك. السلام. ايوا لا ما عرفتوناش، حنا راه عارفينكم. السلام. كيفما كان الحال السيد الرئيس، دابا واحد اللي فينا الحال، واحد البنيه صغيره حتى هي ضربوها. انا شخصيا تعرضت للسرقه كما قلت لك. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. وانا دائما جد سعيد بالتواصل معكم، ومرحبا بالجميع داخل وخارج ارض الوطن. شكرا اخواني اخواتي على التفاعل ديالكم وعلى الدعم ديالكم بالتعاليق الايجابيه، راه تنقراوهم كاملين اخواني اخواتي، ولكن اللي ما جاوبناش غير يسمح لينا، حقاش اخواني تيكونوا بزاف ديال التعاليق. شكرا لكم مره اخرى. غادي نتكلموا اخواني اخواتي على مجموعه ديال المواضيع اللي كتخص هذا المجتمع وكتخص المواطن المغربي. قبل هذا الشيء غادي نجاوب اخواني اخواتي اللي كيسولوا فينا طريق وصلات العارضه. كنتمنى اخواني اخواتي غادي نخليها لكم في اول تعليق مثبته، ولا غادي تلقاوها في صندوق الوصف. كنتمنى من المغاربه داخل وخارج ارض الوطن ينضموا لهذه العارضه هذه، ماشي من اجل باننا كندافعوا على شي واحد معين، حنا كندافعوا على كرامه المغاربه والكرامه ديال المواطنين. كاين بعض الناس اللي رافضين، وكاين بعض الناس اللي كيأيدوا التصرف ولا التعامل اللي كيتعامل به عبد اللطيف وهبي، وكاين بزاف ديال الناس نسبه كبيره اللي ما عاجبهمش هاد التعنت وهاد الدصاره اللي كيديرها وزير العدل تجاه الاسر المغربيه. باش نهضروا كل وضوح وبكل واقعيه، ما غاديش ندرقوا الشمس بالغربال. غادي نقول لكم اخواني اخواتي، من اللي غادي يجاوبنا الاستاذ المحامي والحقوقي السي فيصل مرزوق، بالنتيجه ان شاء الله هو اللي مكلب هذه العريضه وهو اللي خدا هذه المبادره. شكرا ليه بزاف. هذا محامي بهيئه الرباط للمحامين، خدا هذه المبادره ويعني وتقدم وصيب هذه العارضه باش يرفعها لجلاله الملك، طبعا بالمسانده ديال المغاربه. الا ما كانوش التفاعل ديال المغاربه ولا ما انضموش المغاربه، كاينين شي خوانه الوطن داخل الوطن اللي ما باغينش هذه العريضه تكمل وكيشوشوا اخواني اخواتي. حنا درنا هذا الشيء باش نشوفوا مغرب احسن، وباش نشوفوا الكرامه ديال المواطن والحريه ديال التعبير في حدود، ماشي التشهير، ماشي السب والقذف. يعني السب والقذف راه كاين ماليه، والتشهير كاين ماليه. حنا كنناقشوا قضايا واراء ديال المواطنين، كنوصلوهم بصوتنا باش توصل للمسؤولين. المسؤولين يقوموا بالعمل ديالهم، المسؤولين كيقمعوا الصوت ديال الشعب باش صوتهم ما يوصلش لجلاله الملك. وحنا متاكدين بانه الصوت ديال الشعب ولا كيرعب هاد المسؤولين هادو، وان شاء الله راهم شداهم الخلعه اخواني اخواتي. ندوزو خوتي المغاربه، نبداو باول موضوع، وهو كيف شفتوا في المقدمه ديال الفيديو الاحداث الخطيره اللي وقعت بالقليعه مدينه اكادير. هذا السبب ديال هذا الشغب هذا ولا هذا الكارثه اللي كانت غادا توقع، وهي السرقه اخواني اخواتي. جايين افارقه من جنوب الصحراء، راه كنعرفوا هذوك الافارقه، ما غاديش نسميوهم بداك اللون ديال وجههم باش ما تكونش بان الخطاب ديال العنصريه ولا النعت ديال العنصريه، ولا باننا غادي نديروا هذاك الحزازه بيناتنا. اللون ما كنديوش ليه، ما بداخلك اشنو الداخل عندك. هاد الناس مجرمين داخل ديالهم. علاش حنا اللي كنسمحوا بحال هاد الناس هادو يتجولوا عندنا كيف ما بغاو وبكل اريحيه؟ عنده حق يمشي كيكري، ما عنده حتى شي لاكارت ناسيونال، ما عنده حتى شي موافقه من هاد الدوله. ما عرفتش علاش حنايا بعض الناس مغاربه كيشوفوا الفلوس وما كيشوفوش المخاطر. يعني هاد الناس هذا يعني نعطيه انا 3 شهور الماكسيموم ديالو
قاد اموره ما قادهاش يمشي يشوف فين يدبر على راسه. لان كنشوفوا اليوم كيسرقوا واحد الاشخاص يعني في الشارع العام وبالنهار القهار كيف كنقولوا. ملي بغاو يدخلوا مغاربه نوضوا نتوما تجمعوا تقريبا 150 واحد من الافارقه وبداو تسديتوا الشارع، الدراري دايزين، الطوموبيلات دايزين، جاو الرجال ديال الدراك وجاو القوات المساعده وانتم كتهزوا الحجر وكتشيروا عليهم. يعني كون جات شي حجره في شي دري صغير، كون جات هذيك الحجره في شي رجل ديال الامن، فين غادي نوصلوا؟ هذه الفوضى، هذه مع 12 ديال الصباح عباد الله، 12 ديال الصباح تينوضوا هاد الكوارث. وبالليل هاد الناس هادو راه كيديروا الاجرام وما كيتعرفوش. هاد الناس تجار ديال المخدرات، هاد الناس هادو تجار ديال الممنوعات. قسما بالله العلي العظيم الا من نهار دخلوا عندنا هاد الافارقه وحنايا اللور وولات القرقوبي وولات الغبره وولات البوفه عندنا هنا بحال شي دوله من هذوك الدول ديال النواحي ديال البرازيل، هذوك امريكا اللاتينيه، هذوك الادمان في الشارع، الادمان بالعلالي. من نهار دخلوا هاد الناس هادو كيف شفنا اخواني اخواتي. نمروا الموضوع الموالي ديالنا. تحيه للمراه الحديديه اللي انا كنحترمها شخصيا، والله العظيم الا كنحترمها وكتعجبني الشخصيه ديالها والكاريزما ديالها، وملي كتبغي تقول شي حاجه ما كتخافش. كان عندها موقف الى عقلته، هي ما التلقيح ما خذاتش التلقيح، تتقول لهم منعوني وحيدوا لي الخلصه، والله ما ندخل الجسم ديالي شي حاجه انا ما عارفاهاش ونرجعكم اللور. ياك كنتو تقولوا لنا اللي ما دقش هاد التلقيح انا غادي نفضح المستور بانني انا تاديت من هاد البرا هادي. انا دقيت 3 من نهار دقيتهم وانا يا اللور بلا من بزاف ديال الحوايج. انا كل لقيت كيفاش ندعي انا وزاره الصحه والله ترفع عليها الشكايه ولقى شي مسانده ولا شي جمعيه اللي تبنى هذا الشيء والله ترفع عليها الشكايه. بانكم وعدتونا وكلنا سواسيه. انا بانني اش غادي نقول، انا بانني قدمت داك الشيء للوطن ولا اللي كان قال عليه المخزن ديالنا ولا الجهات المعنيه بانكم الا ما دقيتوش ما غاديش تبقاو تمشيو بزز منك، غادي دير التلقيح، غادي نحبسوا عليك كذا وغادي نحبسوا عليك كذا. علاش ملي دقوها بعض الناس وحبستوها؟ يعني هذاك الشيء كان يرتفليا. يعني نتوما هذا الشيء فرزيات. واش حسيتوا براسكم غلطتوا هذاك الشيء راه ماشي صحي ولا ما فهمناش؟ بغيناكم تخرجوا وتشرحوا لينا اننا من نهار دقينا هذا التلقيح هذا علاش مسؤولين ما دقوهاش، علاش ناس موظفين ما دقوهاش. ومنهم هذه المرأة الحديدية نبيلة منيب، تحياتي لها، اللي اليوم البارح عفوا تقصف وسط البرلمان بانه بركه من البساله. واش الكتاف تقادوا؟ كل واحد يعرف المقام ديالو. علاش؟ بانهم على هذوك الناس المتغيبين كيصيفطوا غير هذوك الوليدات ديالهم يحضروا ويبقاو يدافعوا على الحضور ديالهم. دابا كنا كنعرفوا حنا كنهزوا لافتات ودوك العائلات لا للهدر المدرسي، دابا خاصنا نهزوا حنا لافتات ونبقاو لا لهدر البرلمان. تخيلوا معايا برلمانيين ما كيحضروش، مستشارين ما كيحضروش، وملي نايض هذا الجدل بانهم غادي يعلقوا الاسماء ديالهم ما عجبهمش الحال ونايضه فوضى. فعاود ما يلتفتوا لشي حوايج مهمين تقول له لا انا متغيب ولكن ما تعلقش ليا سميتي، ما من حقكش تعلقها. ولكن الغريب في الامر واللي مزيان هاد الناس كيعرفوا يدريبليو وكيعرفوا يسوقوا للمواطن داك الشيء اللي بغاو. قالوا شي اسماء اللي ما معروفينش، والاسماء اللي معروفين والاسماء البارزه ما تيقولوهاش. انا تصنت على هذوك الاسماء اللي ما جاوش، ما كنعرف حتى شي واحد. بحال هذيك المسابقه اللي كيدوزوا في القناه الثانيه اللي كيعطيو داك السؤال بايخ وحامض وتيعطيك شي بوعتله فلان مول الكراطه فلان راه هو اللي فاز وكيعطيوك دوك السميات هما ما كاينينش كاع. تيقلبوا على داك الشيء كامل، داك السجل العدلي ديال المغاربه ما كاينش هذا الاسم هذا. ندوزو اخواني اخواتي الوزير. انا سعاده الوزير انا رانا ما نسيتش. الا المغاربه نساو المسؤولين بغاو ينسيو انا راه ما نسيتش. انا راه ما نسيتش 62 مليون سعاده الوزير اللي كنتي كتمشي غير تغدى بها، والشعب المغربي ما لاقي حتى وجبه. هذاك وجبات غذاء اللي كدي لها دوك 8 ديال الناس واغلبهم من العائله ديالك، هذاك الشيء ما من حقكش. نحن نطالب
فتح تحقيق وبحث في هذه النزيله هذه. بلا ما نهضر، انا دائما كنهضر حيت الموضوع باقي ما تسدش وما تسالش وما تفتحش تحقيق، غادي نهضر وغادي نتكلم، ومن حقي هذاك المال كيخصني وكيخص المواطنين وكيخص وليداتي ووليدات المغاربه. انك تمشي انت وولادك تغدى من فلوس الشعب، هذا الشيء ما نقبلوش. انما هذيك 4 ديال المليار المنحه ديال التعليم هذاك الشيء من اختصاص الجهات المعنيه. حنا كنوجهوا رساله للمجلس الاعلى للحسابات والجهات المعنيه بفتح بحث وتحقيق في النازله ديال السرقه ديال الهواتف واللوحات الالكترونيه وهذوك لي كارت ديال المازوت فينا هما. وحنا بغينا الداخليه تكمل في هذا العمل ديالها ديال المراقبه ديال هذوك الموظفين الجماعيين اللي كيستغلوا المازوت ديال الدوله والسيارات ديال الدوله لقضاء الحوايج ديالهم الشخصيه. وحنا كنتمناو يكون شي قرار صارم ويكون مصادق عليه، اللي يتصادق عليه بالاجماع وبالاغلبيه، انه اللي سال العمل ديالو يحط الطوموبيل، واللي بغى يدي بلاصه لدارو بانك انت عندك خلصه ديالك، وخلصه تبارك الله سمينه. عاد زيدها بانهم الحوافز، وزيدها بانهم عندكم لي بريم وعندكم امتيازات اللي كتستافدوا منهم، ما كتخلصوا لا ابونمون، ما كتخلصوا لا موضوع، ما كتخلصوا حتى شي حاجه. حتى الطوموبيلات ديال العائلات ديالكم كتدخلوهم في الاسماء ديالكم باش كتبقاو تدخلوهم البومبات. وهذا الشيء راه حنايا كنشوفوه وكنسمعوا به، وناس اللي كيكونوا كيخدموا معاكم راهم كيشهدوا شهاده حق. بغيت نسول انا هاد الوزراء وهاد البرلمانيين وهاد المستشارين وانتم كتناقشوا، وكانت هاد الميساج انا كنمروا بانه الفوزي القجع بان نسالي انا جوج ولايات اللي فشلوا فيها، سواء في الحوار الاجتماعي، سواء شحال من شخص ولا شحال من عائله اللي استفادت من البطاقه ديال الرميد. هذاك الشيء مات. حنا ما كنرجعوش اللور. لو كنا كنرجعوا اللور ما تكونوش نتوما في الحكومه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حنا ما كنرجعوش باللور، حنا كنمشيو بالقدام. انكم انتم كتناقشوا هاد الميزانيه ديال 2025 كنتمناو تناقشوا معها بانه شكون اللي ما مخلص الضرائب في الوزراء وفي البرلمانيين وفي المستشارين، وانتم اللي مسؤولين في الدوله، واش فعلا كتخلصوا الضرائب كيف كيخلصوهم الفقراء. وبغينا نطلبوا نديروا شي عريضه كيف دارت بوزير العدل، شي عريضه نرفعوها لجلاله الملك، حيت عيينا ما نناقشوا معكم وندوا ونغوتوا الى عل وعسى بانكم تطبقوا هذا القانون هذا وتصادقوا على هذا القرار. كنتمناو من ملك البلاد الله يحفظه ويطول في عمره، هو اللي بقى لينا من بعد الله كنوجهوا له النداء بانه يعطي ولا يصدر الاوامر ديالو لحكومتكم البائسه والفاشله بامتياز وبكل مقاييس باش تصادقوا على قانون ديال الثراء الغير مشروع. من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ وتعاد النظر في بزاف ديال القرارات باش امتيازات ما تستافدوش منهم انتم، يستافدوا منهم الضعفاء. نحيد بانني انا ميزانيه كنخصصها، ميزانيه فعاود نمشي انا نخصصها للسبيطار ديال الحومه. الناس اللي مشاو مرضى بالسكر، انا تواصل مع السيد قال لك مشيت للسبيطار ومريض ما عندوش باش يشري، قالوا له ما كاينش السكر، ومسؤول كيشد واحد 5 ديال المليون 6 المليون بدون امتيازات وبدون لي بريم ديالو وبدون ميزانيه كتخصص له باش يقاد المجاج ديالو بقهيوه نوار وقرعه ديال الماء كتخصص لها الميزانيه ديال الملايير كي كانت متخصصه الوزير ديال التعليم. هذا الوزير هذا جا اول حاجه حيدا هو حيد هذا التعاقد هذا مع الوطيل اللي كان ب 62 مليون. عباد الله نمشي انا نقاد المجاج ديالي ومواطن مغربي عنده مرض مزمن تخلينا عليه. عيب وعار عليكم. شيرا لو كان بدينا نهضروا في هذا الشيء وكانت هضرتنا كتسمع وكيديروا بها المسؤولين النزهاء، وراه حنا تنفضحوكم وكنشوفوا مسؤول من وراء مسؤول كيطيح. تخيلوا معايا شحال ديال المسؤولين فاسدين في هذه الحكومه ديالكم اللي طاحت. ما عمرنا شفنا هاد الوصمه عار اللي بقات على هذه الحكومه. ما كتشوفش المصالح العامه، كتشوف هي المصالح الخاصه ديالها. والناس اللي كانوا كيبحثوا على المفسدين وعلى الفلوس المنهوبه وكانوا كيعطيونا اسماء وارقام، اليوم ولاو كيسولوا المواطن
واش بان لكم الحكومه ولا المسؤولين ولا البرلمان كله فاسد وكله شفار؟ وريوني فين هي هاد الفلوس، فين هي هاد 50 مليار؟ انت ذكرتي لينا 37 مليار، 20 مليون عند مولاي حفيظ العالمي، وذكرتي لينا 17 مليار درهم عند عزيز اخنوش. علاش ما تمشيش ليه نسولوك اشنو درتي فيها اليوم؟ اشنو درتي فيها اليوم اللي ولا عندك السلطه باش تحاسب هاد الناس؟ ولكن سكت خرج قصامه، يعني بلا ما تدوي رحنا اصدقاء بركه، ما تهضر ما دير حتى شي حاجه. دوزو اخواني اخواتي الموضوع الموالي ديالنا والاخير هو ديال نايضه الروينه ونايضه قرباله في الداخليه بسبب مستشارين. تخيلوا معايا في النواحي ديال السطات هادو مستشارين شادين شيكات على بياض مزعومين من واحد الطرف، يعني هو اللي محرضهم باش ما يوافقوش على الميزانيه ديال الجماعه، يعني باش يديروا العصا في الرويضه بحال اللي داروا رئيس الحكومه اللي شحال هادي ما كانش وافق على عزيز اخنوش وما وافقش على بزاف ديال القرارات، بلوكاوه داروا له بلوكاج، حتى جابوا هذاك زانزان اللي كيضحك غير بوحدو دير لانكاسا تطلق الماء، طلق الروبيني يشعل الضوء، يعني في ظرف 15 يوم كون هذا وجاب حقائب وجاب لنا هاد الكوارث وجاب لنا هاد السطاج الوحش. هادو هما اللي فرسوا المغاربه. ولكن كنتمناو شكرا للقضاء اللي عطى الاوامر ديالو باش يحقوا مع هاد الناس ويقدموهم ان شاء الله امام وكيل العام، ونتمناو المحاسبه ديالهم والمحاسبه ديال هادوك الناس اللي من وراهم وشنو هو السبب اللي دفعهم باش يرفضوا هاد الميزانيه ويشدوا الشيكات على بياض، يعني مسينين ويديروا الرقم داكشي اللي بغاو فيه. هادشي خطير وهادشي كيخلع وما يصلحش لبلادنا، وهاد الناس هادو ما يشرفوناش بانهم يدبروا الشأن ديال المواطن. اخواني اخواتي كنتمنى دعمونا بلي لايك وبالبارطاج، ما تنساوش تخليو لينا الاراء ديالكم، وطريق الشباك يحييكم وتحياتي.